اوعدك بعد ما تشوف الفيديو ده عمرك ما هتفكر تسوق او تشتغل تاكسي في روسيا. هتقول لي ليه؟ هقول لك انا جاي اكلمك النهارده في كل العيوب والمشاكل اللي هتواجهك لو فكرت تسوق او تشتغل في روسيا. من غير كلام كتير اسمع الفيديو للاخر ويلا بينا. ازيكم يا شباب؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا جاي اكلمكم النهارده في عيوب التاكسي والمشاكل اللي هتواجهك لو انت فكرت تشتري عربيه او تأجر عربيه وتشتغل بيها تاكسي او دستافكا اللي هي توصيل طلبات. في البدايه كده انا هقسم الفيديو لثلاث نقاط رئيسيه. اول نقطه وهي ايه المشاكل اللي هتواجهك كسواقه عامه في روسيا، هل السواقه سهله ولا صعبه؟ النقطه الثانيه وهي المشاكل اللي هتواجهك مع المرور من حيث الرخصه الروسيه، ايه اللي هيحصل معايا لو ظابط وقفني، الكلام ده كله هتكلم فيه. ثالث نقطه وهي المشاكل بقى اللي هتواجهك مع الشركه اللي هتشتغل فيها، سواء ياندكس سواء اوبر سواء هتشتغل توصيل طلبات، كل الكلام ده ايه المشاكل اللي هتواجهك في كل الكلام ده. واوعدك في نهايه الفيديو انت هتكتب لي كده انا مش هشتغل تاكسي تاني بعد كل المشاكل دي، بس اوعدك لو انت حابب الشغلانه وعارفين ان فيها فلوس هحل لك كل المشاكل دي في اخر الفيديو. فاسمع الفيديو للاخر ويلا بينا نبدا في اول نقطه. اول نقطه هتكلم عليها وهي السواقه في روسيا صعبه ولا سهله، وايه المشاكل اللي هتواجهك لو انت فكرت تسوق في روسيا. اول مشكله هتقابلك وهي ان السواقه مش زي بلادنا العربيه، الطرق نفسها مش زي عندنا. كلنا عارفين ان روسيا دايما بتبقى ثلج وان الثلج مغطي الاماكن كلها، فانت ازاي هتتاقلم وتسوق على الثلج ده؟ موضوع صعب فوق ما انت تتصور. صعوبه السواقه في الاول هتلاقيها، بس ما تقلقش، هم الروس ليهم حلول للحاجات دي كلها. اول حل وهم ان هم بيتاقلموا مع الجو. هتقول لي ازاي بيتاقلموا مع الجو؟ اولا الكوتشيات بتاع العربيه في الصيف غير الشتاء تماما. العربيه لها كوتشيات صيفي ولها كوتشيات شتوي وبتتغير كل سنه لان الكوتشيات دي لها عمر افتراضي، فانت مع الوقت الكوتشيات دي لازم تغيرها باستمرار. لو انت عملت النقطه دي انت كده فديت اول مشكله، وان العربيه بدل ان هي ما كانش فيها فرامل خالص، لا تبدا تتهيئ ان انت عادي تقدر تدوس فرامل والعربيه تقف في التلج، لان الكوتشات بتاع العربيه بيبقى فيها زي حديد كده بتقدر تتاقلم مع التلج وتوقف العربيه. دي اول مشكله عشان تتفادى مشكله التلج. السواقه صعبه، زي ما قلت لك السواقه صعبه، بس هي بتيجي مع الوقت. اهم حاجه تتفادى الكلام ده بان انت يكون في مسافه بينك وبين اللي قدامك. فدي اول مشكله هتقابلك في الصعوبه بتاع التلج، وان شاء الله هتتاقلم مع الوقت. اهم حاجه تغير الكوتشات الشتوي وتشيك على العربيه باستمرار وتشيك على زيت الفرامل والكلام ده كله. تاني نقطه وهي مشاكلك مع المرور في روسيا. هل المرور في روسيا زي دولنا العربيه ولا لا؟ احب اقول لك ان الحياه هنا منظمه جدا في حوار المرور. يعني ايه منظمه؟ يعني ما ينفعش تكون ماشي كده وتلاقي واحد قطع عليك السكه مثلا، لا مفيش الكلام ده خالص. مش زي في مصر، انت لو نزلت عندنا مثلا الدائري او اي منطقه عندنا تحت الدائري تلاقي انت ماشي بالعربيه كده وواحد نام فوق الكبوت بتاع العربيه عادي خالص. هنا مفيش الكلام ده، المرور منظم وكل حاجه منظمه، فانت طبيعي ما ينفعش تكون ماشي عشوائي، لا انا في الحاره دي عادي همشي على طول، لا كل حاره هنا ولها اتجاهها. يعني انت في الحاره اليمين خلاص اتجاهك يمين، ما ينفعش تمشي على طول. الاشارات هنا عليها كاميرات، فانت اشتراف في اشتراف في اشتراف، كل ده هيأثر عليك وبتسبب لك مشاكل بعد كده في ان انت بيبقى عليك بروتوكول مثلا او مشكله، فانت لازم تمشي مع المرور. فنقطه المرور دي بتبقى معتمده عليك ان انت تتعلم بسرعه. حاول تجيب كتاب من حد. لو انت هنا في روسيا وبتسمع الفيديو كلمني هبعت لك الكتاب اللي انت اصلا بتاخده في المدرسه الروسيه عشان تتاهل لامتحان الرخصه الروسيه. كلمني على التليجرام او على الواتساب هبعت لك الكتاب ده. فده بالنسبه للمرور. تاني نقطه حوار بقى لو الحكومه وقفتك والكلام ده كله ايه اللي بيحصل معاك. احب اقول لك سواء انت اجنبي سواء انت روسي هو بيمشي باجراءات معينه. احنا مش في دوله مصر ان هو يرخم عليك والكلام ده كله. أنا لم أتكلم عن الحكومة. انت طالما ماشي صح وامورك تمام مش هيعمل لك اي حاجه، بالعكس طالما انت على حق وورقك سليم هيقدر يرخم عليك في اي حاجه. نعمل الناس كويس يا مدحت زي ما الشرنوطي قال. حوار القانون الجديد والرخصه الروسيه انا اتكلمت عليه برده في الفيديو اللي فات، تقدر تشوفه. دي نقطه الاوراق وان الحكومه اللي توقفك والكلام ده كله. فانت لو امورك تمام في الاوراق والدنيا دي كلها محدش يقدر يقول لك تلت التلاته كام. اهم حاجه ان انت تكون ماشي صح، ما بترخمش على حد، ما بتجريش. حوار ان السرعه هنا لا، في اشترافات على اي حاجه يا جدعان، في اشترافات على كسر الاشارات، في اشترافات على السرعه، كل حاجه حرفيا لو مشيت عكس كل حاجه اشترافات وكل حاجه متسجله. والدوله كلها اكتر دوله شفت فيها كاميرات هي روسيا. حرفيا انت قبل ما تفكر تعمل اي حاجه لازم تبص حواليك هتلاقي كاميرا في اي مكان، مول، في الشارع، في اي حته. حرفيا هم معترفين بنقطه الكاميرات دي، حتى في الحوادث اول حاجه بيبصوا عليها الكاميرات. فانت نقطه المرور اهتم بيها واعرف قوانين البلد صح وامورك هتكون كويسه. ثالث نقطه وهي المشاكل بقى اللي هتقابلك مع البرنامج نفسه لو انت فكرت تشتغل تاكسي. دي نقطه كبيره وركز معايا كده عشان دي اهم نقطه اللي هتكلم عليها في الفيديو. مشاكل التاكس انا حرفيا اتصدمت بعد الفيديو اللي
عملته اللي فات ان كل الناس بتدخل تقول لي انت ازاي شغال تاكسي؟ الرخصه بتاعتنا ما بتدخلش، انت ازاي الرخصه بتاعتك بتدخل؟ ازاي الرخصه العربيه بتدخل؟ لازما تشتغل تاكسي يبقى معاك الرخصه الروسيه. يا جدعان رد بكل سهوله لحد ما وقت بكلمك دلوقتي ووقت ما الفيديو هينزل الامور طيبه. انا لحد ما وقت بكلمك ده انا لسه مخلص شغل، انا خلصت جامعه ورحت كملت شغل وبكلمك دلوقتي وبصور الفيديو ومفيش اي حاجه، حتى الظابط بيوقفني الامور طيبه ومفيش اي حاجه. فانت ما تسمعش ورا اي حد، جرب بنفسك، دخل الرخصه. وفي ناس كتير دخلت وكلمتني وساعدتها في حوار دخول الرخصه على البرنامج. مش هتكلم في النقطه دي كتير، بس يعني عادي تشتغل لحد ما وقت ما اكلمك، حصل اي تغيرات في الموضوع هتلاقيني طالع على طول وبتكلم في التغيرات الجديده. فدي نقطه الحساب. لا عادي تفتح حساب سواء معاك رخصه عربيه ايا كانت دولتك هتفتحها عادي بكل سهوله. كلمني بس وما تشيلش هم الحوار ده. تاني نقطه المشاكل بقى اللي بتقابلك ان الرخصه كل شويه بتطلع. طبيعي يا جدعان دي شركه كبيره، فكل اسبوع او كل 10 ايام بيعملوا تحديثات، فطبيعي ان الرخصه بتاعتك تطلع. ايه المشكله؟ مش كل العرب الرخصه بتاعتهم بتطلع، في ناس الرخصه بتاعتهم بتطلع وفي ناس لا. فانت رخصتك تطلع حاول تاني وهتدخل تاني وكمل شغل عادي بكل سهوله. دي حاجه. الحاجه الثالثه ان بقى لو الحكومه نفسها وقفتك، احب اقول لك في ناس بترخم، في ناس بترخم وفي ناس بتعمل اشترافات ب 5000 روبل وفي ناس بتعمل بروتوكولات في الدنيا دي كلها. لحد وقتنا هذا انا اللي بكلمك وعن تجربتي الشخصيه ما حصلش معايا الموقف ده. ناس كتير وقفتني وانا معايا ناس وشغال تاكس، يعني حتى انا محضر الكلام ان هو لو كلمني هقول له والله انا مش عارف القوانين، والله ما اعرف حضرتك، والله العظيم ما اعرف، انا دبلوم صنايع، والله العظيم ما اعرف حاجه، هيقول لي مش مشكلتي والكلام ده كله، بس انا هحاول احل معاه حتى ان هي توصل لحد اشتراف 5000 روبل. المهم ان هي ما توصلش معايا لبروتوكول ان هو ياثر عليا بعد كده. دي من المشاكل ان انت لو ظابط وقفك ورخم ان هو يعمل لك بروتوكول، فانت ليك بروتوكولين في البلد. الوقت ما بكلمك ليك بروتوكولين، فالبروتوكول لو اتعمل لك بيأثر عليك بعد كده. مش هتكلم في النقطه دي كتير، بس ده عيب او من المشاكل اللي هتواجهك. فانت حاول تظبط دنيتك وتبعد عن الدي بي اس شويه. فنقطه الحكومه دي حاول تتجنبها شويه، ان انت لو الحكومه في مكان معين حاول تمشي في مكان تاني، الكلام ده كله عشان تتجنب. ومشاكل التاكسي قلت لك كتير. عندك برضو اكبر مشكله بقى، ويعني دي ركز معايا فيها قوي، وهي مشكله الحوادث في روسيا. زي ما قلت لك ان السواقه صعبه هنا، فانت طبيعي تعمل حادثه. كل الناس هتقول لي ما هو بسبب المشروبات اللي هم بيشربوها وبسبب البيره والفودكا والكلام ده كله. احب اقول لك ان الكلام ده في نسبه حوادث، بس احب اقول لك نسبه الحوادث الاكتر مش بسبب الشرب والكلام ده كله، بسبب التلج. والله انا حرفيا وبحلف والله كل يوم بعينيا دول بشوف اكتر من 5 أو 10 حوادث في المدينه اللي انا فيها. بس انا بدخل بس على البرنامج كده ما فيش يوم دخلت فيه لو لقيت 5 أو 6 حوادث في المدينه. ده اقل حاجه، ممكن توصل ل 10 حوادث كمان، وده اللي بيسبب زحمه في المدينه. كفايه بقى يا اخي، انت ما بتحسش؟ فالحوادث كتيره جدا بسبب التلج، مش بسبب الكحول وبسبب المشروبات وبسبب الكلام ده كله، لا بسبب التلج. فانت طبيعي ان انت ممكن تتعرض لحادثه. انت لو طالب وتعرضت لحادثه احب اقول لك طريق سلام. انت اولا العربيه اللي هتعمل بيها حادثه لو عربيتك، فانت اتفاديت جزء كبير عربيتك والكلام ده كله، هتبدا تقوم من الاول وكده. انما انت لو مؤجر يعني عربيه بمليون مثلا، احب اقول لك ان انت تسوحها عشان بس تدفع المليون دول. انت محتاج تشتغل سنه او سنتين عشان تسدهم جنب دراستك، فانت في دنيا تانية. في ناس عملت حوادث بعربيات اتاخد منها باسبوراتها، وفي ناس تانية والله نفس الساعه اللي اتعمل فيها حادثه والله رجع مصر حجز تذكره في نفس الساعه، خلال 3 ساعات كان مراجع بلده. ما قداموش حل. فانت لازم تكون عامل في اعتبارك ان انت ممكن تعمل حادثه في اي وقت، ده قدر. انا نفسي اللي بقول لك بسوق هنا بقالي كتير ببقى ماشي خايب بسبب الحوادث، ساعات ببقى شغال بوقف بسبب ان التلج كتير، الطرق بايظه، لسه الحكومه ما شالتش التلج ده. فلا، مشاكل السواقه هنا كتير يا جدعان، فلازم تكون عامل حسابك لو انت فكرت ان انت تسوق هنا في البلد دي. الكلام ده انا بقوله لك، بشوف الناس بتعمل حوادث كتيره. انا قلت لك اكتر من 5 أو 6 حوادث في اليوم. ما انت عارف الكلام ده ولا لا قبل ما تشتغل؟ دي نقطه، هي اقدار وكل حاجه، بس انت لو ما بتعرفش تسوق او لسه بادئ ما تسوقش. لما تتعلم سواقه ما تجيش تسوق لي في دوله كل ساعه مش كل يوم. افهموا يا جدعان الكلام اللي بقوله لكم ده. فعشان تتفادى الحوادث على قد ما تقدر، اول حاجه تكون عامل تامين على عربيتك، ده لازم. الحكومه بتجبرك مش بمزاجك. تاني ورقه بيسالها عليك الحكومه لما بتوقفك، اول ورقه رخصتك طبعا، تاني ورقه ورق العربيه الاس اس بتاع العربيه اللي هي رخصه العربيه، ومعاها التامين الاسترخافكه بتاع العربيه. ده ورق رسمي ما فيهوش هزار. لو مش معاك تامين اشتراف على طول. فدي اول حاجه تعملها، تامين على العربيه وتامين عليك انت، تبقى انت متضاف على العربيه عشان لو عملت حادثه بيها شركه التامين تتحمل التكاليف كلها. لو انت اللي غلطان هتتحمل تكاليف العربيه اللي انت خبطتها، مش عربيتك انت كده كده هتصلحها. في قوانين كبيره ان شاء الله هعمل فيديو عن قوانين الحوادث والكلام ده كله، وهنزله برضه عشان لو حد عمل معاه حادثه يكون عارف هو يعمل ايه، لان انا ما شفتش حد بيتكلم عن المواضيع دي كلها. فحوار الحوادث لا صعب جدا هنا يا شباب، فانت ركز في السواقه بتاعتك. ومشاكل التاكسي انا معاك ان هي مشاكل كبيره، زي ما قلت لك حوار
حوار ان الحساب يخرج كل شويه دي مشكله كبيره جدا برضو. وحوار ان انت واحد روسي عنصريه وكده، انا ما شفتش عنصريه لحد دلوقتي، ده بالعكس، انا لما حد بيعرف ان انا من مصر او من دوله عربيه عامه بيبقى عايز يعرف الثقافه. عايز اقول لك ان ما فيش يوم اشتغلت فيها الا لو حد ركب معايا زار مصر قبل كده، ده بياخد رقمي، وانا لو نزلت مصر هتوجب معايا والكلام ده كله. فنقطه العنصريه دي انا بكلمك عليها قليله جدا في روسيا، ما فيش مكان ما فيهوش عنصريه يا شباب، خلينا متفقين، بس في روسيا قليله جدا. تمام. فانت ممكن يحصل لك مشكله مع ست كبيره كده مثلا روسيه بيبقى عليها تعبان شويه من الاتحاد السوفيتي وكده، ترخم عليك. بس يعني في مشاكل كتير في حوار التاكسي، بس انا قلت لك اكتر او 4 مشاكل، وهي المشكله الاولى الرخصه بتاعتك وان انت تترجمها او الكلام ده كله، وحوار القانون الجديد ان الرخصه الروسيه صعبه برضه هنا يا شباب، ان انت تتعلم، محتاج تتعلم روسي في الاول وبعد كده تدرس الاسئله دي، والروس نفسهم الامتحان عليهم صعب، ما بالك انت اجنبي واللغه بتاعتك مش قويه، فدي مشكله هتقابلك بعد كده. النقطه الثانيه زي ما قلت لك الحوادث والمرور هنا، المرور هنا ما بيهزرش، الحكومه في كل مكان، الحكومه في اي وقت توقفك، بس الحكومه محترمه مش بترخم عليك انت اجنبي، لا احنا هنحاول نطلع من وراه مصلحه هندفعه، لا ماشي صح ورقك سليم، محدش يعرف يقول لك تدي 3 كام، ولو حد يتكلم معاك طلع التليفون وصوره على طول، ما يقدرش يتكلم معاك. دي تاني نقطه. تالت نقطه وهي زي ما قلت لك الحوادث كتيره، فانت لو هتشتغل على تاكسي لا تاخد بالك وانت بتسوق، شيك على العربيه باستمرار، شيك على الكوتشات بتاع العربيه، شيك على الفرامل، شيك على زيكه الفرامل، كل الكلام ده كله حطه في الاعتبار. حوار البرنامج زي ما قلت لك بيخرج كتير، فانت خلي بالك برضه تكون عامل احتياط. من مشاكل بقى الايجار، ندخل بقى في نقطه الايجار والشراء. ايه المشاكل اللي هتقابل لو حد بيأجر، وايه المشاكل اللي هتقابل لو حد شاري؟ احب اقول لك ان الشاري مشاكله قليله. مشاكله قليله ازاي؟ كفايه حوار ان الايجار استبعده خالص، يعني مش مضطر ان هو ينزل يشتغل كل يوم 4 أو 5 ساعات عشان يطلع ايجار بس للعربيه، وبعد كده يطلع بنزين للعربيه وبعد كده يشتغل، فانت ما تاخدش ان الموضوع مكسب وايه ده. انا كنت شايف الفيديو مطلع 16000 روبل، لو طلعت ايجار وبنزين 4000 فانت مطلع 12000 روبل في 12 ساعه، لا ما بتتحسبش كده يا شباب. في ايجار بتدفعه وفي ايام راحه بتاخدها، مين اللي هيدفع ايام الراحه دي؟ مين اللي هيدفع الايجار بتاعها؟ انت لو مؤاخذه لو جالك اشتراك قدم ظهرك في نص اليوم، فانت خد بالك من الكلام ده كله. ما تاخدش الموضوع انا هشتغل تاكسي لا الامور طيبه وهمشي وبتاع انا بعرف اسوق الدنيا دي، لا ما تتحسبش كده. في مشاكل كتير هتقابلك، المرور، رخصه، حوادث، مليون حاجه هتحصل لك، فانت ركز كده وفكر قبل ما تشتغل. فانت شفت العيوب وكلمتك في المميزات، مميزات التاكسي كتيره جدا، كفايه نقطه واحده، كفايه ان انت بتشتغل بمزاجك، عايز تشتغل دلوقتي بتشتغل، عايز توقف دلوقتي بتوقف، فدي اكبر ميزه. احنا اتكلمنا في المميزات كلها، فادخل شوف الفيديو. انا جاي اكلمك النهارده في عيوب، انا مش بكرهك في الشغلانه، بالعكس انا وضحت لك قد ايه ان هو جامد وقد ايه ان انت تعرف تعمل منه فلوس، بس انا جاي كلمتك النهارده في عيوب التاكسي، في الحاجات اللي تتجنبها، لان انت لو ما عملتش الحاجات دي وما فادتهاش اقسم بالله هتتسبب في ان انت ترجع بلدك. ده من الاخر انا بختصر لك الموضوع يعني. ايه القرف ده يا جدعان؟ في ايه؟ عايز تفادى بقى كل المشاكل دي كلها عشان عارف انها قراراتك في التاكس، 3 حاجات. اول حاجه تكون العربيه عربيه كده، انت استبعدت بقى حوار الايجار وان انت لازم تشتغل كل يوم عشان تطلع الايجار والكلام ده كله. تاني نقطه ميزه ان انت لو عربيتك انت معاك فلوس بسم الله ما شاء الله يعني، نركنها على جنب. ثالث نقطة لو معاك بقى الرخصة الروسية، لو معاك الرخصة الروسية محدش يقدر يوقفك ويكلمك في نقطة الأوراق بقى، قانون جديد مش قانون جديد، الرخصة الروسية لازم، البرنامج مش هيطلع معاك، فأنت لو عملت الحاجتين دول أنت كده باشا في البلد دي. كل المشاكل اللي هتقابلك السواقة، يا سلام بقى لو أنت معلم وبتعرف تسوق، حرفيا أنت كده قفلت اللعبة زي ما بيقولوا، تعرف تسوق، معاك رخصة روسية، العربية عربيتك، أضمن لك 100% ده أحسن بيزنس هتشتغله في حياتك. ايه الطعابه والحلاوه دي اقسم بالله. لو انت عايز تشتغل بجد، لو انت جاي من دوله عربيه جيت هنا بعربيتك برخصه روسيه بتاعتك ومظبط اوراقك، تامورك هتكون طيبه. لو انت بقى ما معكش الكلام ده كله وما معكش امكانيه ان انت مثلا تشتري عربيه ومعاك بس امكانيه ان انت تاجر، لا عادي، مش يعني خلاص كده ما تحبطش، لا اجتهد. كلنا بنجتهد ان احنا يبقى معانا عربيتنا الخاصه، وكلنا بنجتهد ان احنا نطلع الرخصه الروسيه، عارف ان هي صعبه بس كل مجتهد نصيب. عمرك ما هتتعب في حاجه لو ربنا هيكرمك في الاخر. ما تبصش ان انا عم سنه وسنتين، لا بص ان انت ممكن تكمل في البلد دي، فانت الرخصه الروسيه محتاجها. مش هطول اكتر من كده، انا كنت اتمنى اكلم لك في كل حاجه والله، بس زي ما قلت لك انا بحاول افتح دماغك على الحاجات اللي ما اتكلمش عليها حد، ومش بقول مميزات بس يا شباب. انا عارف ان بعد الفيديو اللي انا عملته بتاع اللي هو المميزات التاكسي، وانا عملت كام خلال 12 ساعه وكلمت لك في كل الحقائق، وقلت لك ان ما حدش هيطلع يوريك هو عمل كام ويوريك كل الخبايا والمميزات بتاع التاكسي زي ما انا ما وريتها لك. فانا برضو جاي النهارده اقول لك الخبايا بتاع العيوب بتاع التاكسي والحاجات اللي لو حصلت لك انت حياتك هتتدمر. اتمنى اكون استفدت بالفيديو، واتمنى اكون الفيديو عجبك، واتمنى اكون وصلت لك المعلومات اللي انت كنت عايز تسمعها وانت داخل الفيديو. واتمنى ان انت لو اول مره تسمعني تدخل تشوف الفيديو الثاني بتاع مميزات التاكسي وايه الاوراق المطلوبه وهتعمل كام لو اشتغلت 12 ساعه وكل الكلام ده كله. وفي الاخر كده انا عارف ان انتم ما قصرتوش معايا في الفيديو اللي فات، والفيديو دلوقتي داخل في 25000 مشاهده وعدى ال 1000 لايك، حرفيا انتم ما قصرتوش معايا في الفيديو ده، وعارف ان الفيديو فاد ناس كتير. عايز الفيديو ده يوصل لاكبر عدد من الناس، عشان اللي شاف فيديو المميزات مش عايز ياخد الخطوه الا هو سامع فيديو العيوب، ومش عايز حد برضه يقول لك انا مش هشتغل تاكسي بعد ما شاف العيوب
العيوب لو يشوف المميزات. وانت شاب وبتسمعني فكر صح ايه العيوب والمميزات. وعايز اقول لك ان في شغلانات تانية تقدر تطلع منها نفس المكسب اللي بتطلعه من التاكسي يعني، بس من غير بقى الحوارات دي كلها، وهنتكلم عليها زي توصيل الطلبات. بسم الله ما شاء الله بشوف ناس صحابي بتطلع مكاسب كويسه برضو من توصيل الطلبات، وفي شغلانات تانية كتير كويسه. فزي ما قلت لك ما تنساش تروق الكلام بقى. مش هتكلم في النقطه دي كتير لان انا عارف ان انتوا بتستفادوا، واهم الاول في الاخر ان انتوا تستفادوا، بس شجعونا كده لان احنا بنتعب. والله جاي من الجامعه تعبان وبعد كده اشتغلت شويه، وبعد كده بصور لك حرفيا المول بيقفل، الناس كلها بتخرج وانا برضو بصور لك الفيديو، واستنى فيديوهات تكسر الدنيا. زي ما قلت لك ما تنساش تروق الكلام، واستناني في فيديو جديد.